تشهد على من هو خير منك بالضلالة، لأن هذا من شرط الخوارج. تبغى تصير معهم، من شرطهم أنك تشهد على آبائك وأجدادك والذين خالفوهم أنهم كفار، وإلا ما يقبلوا منك. كنت أنا في عام 90 كنت إماما وخطيبا لمستشفى الهلال السعودي في مدينة كويتا في باكستان، وفي نفس الوقت كنت سكرتيرا لمدير الهلال المستشفى الهلال. كنا نجلس على مائدة طعام الإفطار، ما يخالف اليوم بطول عليكم سامحون. أنا جالس على رأس المائدة، وهنا في مكاني جالس رجل من الجزائر من المتأثرين بفكر التكفير، وهو أمين الصندوق في الهلال الأحمر السعودي، وجاءه ضيف يزعم أنه من المجاهدين وجلس أمامه، يتكلمون فيما بينهم. تعرفون اللغة الجزائرية نوعا ما يعني فيها صعوبة، فأنا لا أفهم بعض الكلام وأفهم بعض الكلام، لكن من ضمن الكلام الذي قالوه كأني فهمت أنهم كفروا الملك فهد. فقلت له: يا ضيفنا الكريم، كأني فهمت أنك كفرت الملك فهد، أو أنا لا فهمي خطأ. قال: طبعا كافر، هكذا، والملك فهد هو الحاكم، كان حيا رحمه الله. قلت له: لحظة صبر، ليش كافر؟ يا أخي ابن باز أعلم مني ومنك، ما قال عنه كافر، قال ابن باز كافر. والله الذي لا إله إلا هو. تعرفون سمعتم بمقالة فقف شعر رأسي؟ سمعتم بهذه المقالة؟ أول مرة أفهم معنى قف شعر رأسي. وقف شعر رأسي كادت الطاقية أن تطير. أول مرة بحياتي أسمع إنسان يكفر ابن باز. قلت له: لحظة، خلينا من الملك، الله يتولاه بحكمه ورحمته، خلينا مع الشيخ ابن باز. ليش ابن باز كافر؟ أنا والله دهش وجم، ما أعرف كيف، أول مرة أسمع هذا الكلام. أنا سمعت بالجماعة التكفيريين عندنا في الكويت، وسمعت بجماعة التكفيريين في مكان، بس أول مرة أسمع إنسان يكفر ابن باز. ابن باز بقية السلف. قال: ابن باز وين يعمل؟ قلت: رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في مقام وزير مفوض. قال: ها؟ يعمل عند الملك فهد، والملك فهد عميل لأمريكا، عميل أمريكا كافر، واللي يعمل عند العميل كافر. عرفت؟ ما علمونا مشايخنا أنهم يكفرون بإيش؟ باللوازم. قلت له: لحظة، صاحبك هذا اللي يجلس وين يعمل؟ في الهلال الأحمر السعودي. قال: ها؟ قال: أنت كافر. يقول حق صاحبه يتناقشون فيما بينهم تقريبا حوالي ربع ساعة 20 دقيقة، كل واحد يكفر الثاني. فجأة هدأوا. التفت اثنينهم إلي، قال: هذه غنيمة نحن نأخذها ولا يعتبر ذلك كفر. قلت: جميل، اعتبر ابن باز غنيمة يأخذها، لا تعتبر ذلك كفرا. قالوا: لو عندي مسدس فرغت على رأسك. والله ما عندي جواب. جاهل مركب، حافظ القرآن، والله كان حافظا للقرآن. ثم بعد ذلك سمعت أنه قتل مع الذين خرجوا في الجزائر في أحداث 92 أو 94. سمعتم أنتم هذا؟ اسمع إلى هذا، يقول: تشهد على من هو خير منك بالضلالة، فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله؟ حتى التكفير ما يقف، لا تظن التكفير يقف.